السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين مسكرة مايت سينما، حاجة بجد زبالة. حسبي الله ونعم الوكيل. انا جبتها علشان مقاطعة، عشان ما اجيبش ان انا متعودة ان انا اجيب ان. بصوا بقى، 3 ايام انا جربتها مرة واتنين، وكل مرة بتقعد في رموشي بالاسبوع. قلت دي جميلة وهايلة ما بتتشالش، وبعد كده تلاقوا المسكرة كلكعت كده وبقت تشوك في الجفن، فلازم اشيلها وانا بتوضى وبصلي. طب ما هي كده يبقى هي برضو حاجز للوضوء. بصوا، علشان تطلع من رموشي حطيت على رموشي زيت زيتون، وانا صورت الفيديو ده لما لقيت بقى المنظر ده قدامي. حطيت على رموشي زيت زيتون، ما بتطلعش. ميه سخنه وكمادات ميه سخنه، ما بتطلعش. بعت ابني جاب لي المشط دوت علشان اسرح بيه رموشي وتدخل الرموش جواه، لانه عايزه حاجه ناشفه. يعني فرشة الرموش ما بتمشيش فيها، ما فيش حاجة بتمشي فيها، الرموش مكلكعة في بعض. رموشي مكلكعة في بعض ومش عايزة تتحرك، ولا مشط، ولا حتى المشط اللي هو البونطة اللي هو الضيق ده بيمشي واسع. رحت جايبة المشط ده وبقيت اسرح رموشي بيه عشان تخرج كده بالمنظر ده بالرموش. بصوا الرموش على صباعي ازاي. ويعني بعد كل دوت وحوالي ساعة بحاول اعمل كمادات واشيلها بزيت الزيتون، او اللي هو اويل بيبي اويل، ومفيش، ما بتطلعش برضو. فضلت احط كمادات ميه سخنه على عينيا ما بتطلعش. ما اشد فيها بتنزل برموشي. قلت رحت جت في دماغي الفكره ديت اللي هي بتاعت المشط ده الضيق ده، وبقيت اسرح رموشي وبقى ايه فعلا بتطلع معاها. عايزه اقول لكم ان انا بكلمكم ولحد دلوقتي فيه، يعني دلوقتي هتشوفوا مقطع تاني. ده بعديها بعد ساعة بقيت اغسل في عينيا بمية سخنة ومية ساقعة وكل الحاجات، وبرضو لسه في اثر، برضو لسه في اثر ورموش. وانا مش عايزة يعني افضل اعمل في مشط بالمشط كده. بصوا ده بعديها بساعة اشد بصوابعي. معلش بقى متعوره في ايدي، قولوا لي سلامتك بقى. بتاع دوت اشد بصوابعي والله، وانا بسجل الفيديو وبشد بتطلع برضو فتافيت مسكرة، فتافيت مسكرة. واللي بقى انت وحظك يطلع معاها. فيا جماعة انا صورت لكم المسكرة، خلوا بالكم مش اي منتجات سعرها كويس. انا عارفة ان هي سعرها كويس وسعرها حنين. منتجات مايت سينما كلها سعرها كويس. حتى الروج اللي انا جبته برضو مش حلو قوي، انا مجربت منهم. الروج الثابت هبقى اصوره لكم برضو، بس شغال ما ضرنيش. بس قلة الضمير ان هم يحطوا جلو، لا صعب.